عبر الطرقات. كانت لي زيارة لإحدى الولايات في رمضان، شاركت مع فوج من أفواج جمعية جزائر الخير يقفون على الطرق السريعة ويستوقفون أصحاب الشاحنات الكبيرة التي لا يستطيعون الدخول المدن. والله شاهدت بأم عيني حينما يوقفون تعطى لهم تلك العلبة فيها وجبة يعني ليست كالوجبة الساخنة، فرحهم فيه من يترك أولاده لحظة المغرب ويذهب إلى الطريق من أجل أن يشارك أخاه المسافر حتى ولو لم يكن محتاج إلى تلك اللقمة، يقول له أنا معك. ونحن كلانا فرح بالصيام وكلانا فرحين ببعضنا البعض. كم نحتاج من جرعات لمجتمعنا أن يتزود بها ونحن في هذه المرحلة. كم من الورود وكم من النذر أطلقناها في التسعينيات هذه التي من أسهم الخير من أجل أن نتنافس في أسهم الخير. نقدم الأسهم وننساها، ولكن الله عز وجل لا ينساها. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم. أيها الإخوة الأفاضل، أنا لا أود أن أقدم لكم موعظة أبلغ مما قدمه شيخنا الفاضل وإمامنا الجليل. أنا لا أود أن أقدم لكم أفضل مما قدمه الشباب من أبنائكم. إذا أعطى الناس مباشرة ربما يظهر له المتسولون المحترفون من جهة، وربما يخشى أن تصاب صدقته بالمن أو عدم الستر. ولكن حينما يكون وسطاء الخير من الذين قائمين على هذا العمل بمشاريع واضحة وبشفافية تامة وبصدق وبأناس نعلم صلاتهم وأخلاقهم، فحين ذاك يكون الأجر كبير. المحسن يقدم ما يشاء وصدقته السر بينه وبين الله عز وجل، والذي يضحي ويبذل جهده يقدمه وهو يعلم. وقلت لكم إننا نحلم ونحن نسعى حتى مع الجهات الأخرى من أجل أن نتعاون مع إخواننا هنا من أجل أن نقيم المجمع الخيري في مدينة بشار الذي يقدم خدمات صحية، خدمات تربوية، خدمات توعوية، خدمات ثقافية لشبابنا، لأن يشاركنا هذا الأمل أمثالكم من أهل الخير من أجل أن نشرع خطوة حبة لحبة من أجل أن يكون المجمع الخيري في ولاية بشار يقدم العطاء ويقدم الخير وينتج ويكون طاقات كثيرة من شبابنا ممكن أن تعطي الخير، وطاقات كثيرة ممكن يذهب بها الانحراف. وتلاحظون السنة الماضية السنة هذه الأحداث والأشياء التي لا أحب أن أذكرها كثيرا حتى أنغص عليكم، يعني 10 أو 15 يعني سيدة وآنسة التي كلش مجهز ثم نركبش الطائرة حتى نروح، وفي اليوم الأول من رمضان توزع هذه المساعدات المعتبرة التي حتى نشعر بنفسي وأنني بالحرم أدعو الله عز وجل يتقبل بهذا العمل. والله منذ شهر ومنذ يومين يعني هذه همة امرأة عزيمة كبيرة جدا من وليس رحمة الله يعني في يوم من الأيام 4 شعار، راح المشرق، راح تونس، راح الزيتونة، بعد شاف الوضع في الجزائر، الأموال النظيفة، أصحاب الغيرة على الوطن الذين يؤلمهم صورة الجائع وصورة الطفل الذي يقف على حافة الطريق ولا يستطيع أن يواجه دروسه أو يبيع شيء يحسن من قوت أمه وغير ذلك. أيها الإخوة، في هذه الجلسة الطيبة أنا شاكر لكم وسعيد بأن هذا التقليد تكرس، وهذا الجمع الطيب كما أخبرنا الأستاذ محمد قال مجرد ما أخبرنا بخبر واحد كلهم أصروا على الحضور، هذا يسعدنا. إن لم تقدم ولا شيء إلا نصيحة قال المكان الفلاني هذه، والله هذا الشيء كبير، وهذه الجمعية يزداد عطاؤها وعطاؤكم لا يبقى هنا بل ينتقل إلى مناطق أخرى. النصيحة هي الحضور في جلسة خيرية عطاء، النصيحة عطاء، تخصيص وقت للمرور على مكان فيه الخير، الله يكثر خيركم يا ولدي، الله يهديكم، بارك الله فيكم، عطاء، المال عطاء، المساعدة العينية عطاء، ذكر هذا العمل بين الناس عطاء، وهكذا. فمجالات العطاء متعددة ومتنوعة. جزاكم الله كل خير. اعذرونا على الإطالة، وأنا استحيت أن أجلس